يعني يا سيسي أهل غزة بيموتوا قدام عينك من الجوع ومن الحرب، وبلاد عربية قلبها محروق ما عم بتنام عشان تحل قضية غزة، وانت رايح تمد ايدك لإسرائيل وتعمل معاهم صفقة غاز لصالح إسرائيل. بتمد ايدك لإسرائيل يا سيسي في عز اللي احنا فيه، بتمول آلة الحرب اللي بتقتل فيها أهل غزة على حدودك. وين ضميرك انت؟ بس على فكرة انت لا يمكن تكون مصري، مش هاي مصر اللي بنعرفها، مش هاي نخوة ولاد النيل والفراعنة اللي احنا بنعرفهم. يا عرب، السيسي باع العرب كلهم اليوم، باع كل الشرف العربي بدم اهل غزة. مصريين يا اخوتنا، بعمر قلبكم ما كان بارد على الظلم، بالذات على اهل غزة. وين صوتكم يا شعب مصر؟ وين غضبكم علينا يا مصريين؟ اذا الحكومة قبلت انها تكون شريكة في الجريمة، انتم مش لازم تكونوا منهم. هذا مش رئيس، هذا تاجر دم، نسخة تانية من نتنياهو، عم يعمل كل اللي إسرائيل بدها إياه، يحسبها بس أرقام ومليارات. بس شكله نسي إنه في مصريين شرفاء وما رح ينسوا. ويوم الغضب جاي على كل الخونة. اليوم غزة وبكرة مين؟ ما تحمل خاين، ما تغلطوا غلطة تانية. لأمتى رح تضلوا ساكتين؟ صوت الشعب لما يكون على حق هو الوحيد اللي بيغير التاريخ.